السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد، في روتين جديد. كيف حوالكم؟ نتمنى يا رب الفيديو تاع اليوم يلقاكم بألف صحة وبعافية ان شاء الله. انا بتمام الصحة ان شاء الله، يعني دومها ربي عليا وعليكم ان شاء الله، والمريض ربي يشافيه ان شاء الله. وحبيت تاني نرحب بالمشتركين الجدد معنا في القناة ونقول لهم مرحبا بكم، وحبيت نشكركم تاني على التشجيعات ديالكم والتعاليق الجميلة ديالكم اللي فريمون تشجعني وتحفزني. اليوم درت وصفات تحت طلب تاعكم، بزاف يقولوا لي ديري لنا وصفات تقليديه، يحبوا يعني وصفات تقليديه اللي نديرها. وكاين يعني مشترك ولا مشتركه وفيه للقناه اللي طلب فيديو ولا الوصفه تاع الاسفنج شويه بشويه، ونلبي كامل الطلب تاعكم ونطيب كامل الاطباق اللي طلبتوها في التعاليق. دوك نبداو على بركه الله. كيما شفتوا اليوم درت منيو تاع الدواره ولا الوصفه تاع الدواره. كيما شفتوا قطعتها كامل رقيق، بعد ما نقيتها بيان سور غسلتها بشويه تاع خل، نحيت لها كامل هذيك الشحمه اللي تجي باش فيها باش ما تجيش لاصوص ميدمه. وكيما شفتوا قطعتها دي بتي مورسو ودرت لها ماء وحطيتها تطيب شويه في الماء. اونتر طون هنا في لو اشوار درت شويه تاع بصل مع شويه تاع ثوم، ورحيتهم ما نرحيهم نخشين رقيق، جوست هكا مويا. من بعد هنا في كوكوط درت شويه برك تاع زيت باش ما تجيش بزاف ميدمه، ودرت هذاك البصل مع الثوم ونقليهم شويه حتى يبدا البصل يذبل، ونحركها دو طون طون هكا باش ما يتحرقش البصل والثوم. يعني دايما كيما موالفه نقول لكم، يعني الماكله بنينه دايما تبدا من القليه نتاعها، لازم نقليها تخبيه وما نخليهاش تتحرق. فوالا من بعد هنا ضفت الطوماطيش ودرت عليها الغطاء، ودايما نحركها دو طون طون باش ما يتحرقش، نخليها تقلى هكاك شويه. ومن بعد درت لا كاروت ونكمل دايما توجور نقلي كي تتقلى بيان. ندير لي زيبيس. انا هنا درت مغرفه كبيره تاع راس الحانوت، شويه تاع فلفل عكري، شويه تاع ملح، مع مغرفه صغيره ماشي معمره تاع كمون اللي تمد لها النكهه، ونغطي عليها. وهنا ضفت تاني كوب تاع مرق الدجاج، هو تاني يمد لها نكهه. ومن بعد نزيد ندير عليها شويه تاع فلفل كحل، نرحيه سور بلاص. شفتو ديجا معايا في الفيديو السابق، حمصته ودرتو هكا في رحايه هكا باش يحافظ على الريحه تاعو، يعني ما تروحلوش الريحه. ونضفت ان فيلي برك تاع لويل دوليف، كيما قلت لكم ما درتش بزاف ايدام سينو تجيني ميدمه. نكمل القليه برك شويه، ومن بعد ندير هذيك الدواره كنت غليتها ديجا واحد 10 15 مينوت. ومن بعد نصفيها ونتخلص من هذاك الماء ونحطها تتقلى شويه مع هذيك، يعني تشرب كامل البنه تاع لي زيبيس. ودائما نخلط باش ما يتحرقوش لي زيبيس. ومن بعد نمرق، والتمرق دائما يكون دو كوتي باش ما نشلوش هذيك البنه تاع القليان. وكي ترفد الغليه ندير عليها شويه تاع حميصه، ونقطع لها شويه تاع حشيش مقطفه ولا كزبر، ونغطي عليها ونخليها تطيب باش تطيب لكم. يعني زبده تدي شويه تاع وقت، مما نطيبها في لاكوكوت مي تدي شويه تاع وقت. وكي نفتح عليها ونلقاها سي بون راهي طابت وهذاك الحمص طاب، ندير لا كورشيت وندير شويه تاع حبق. هنا اسمحوا لي وما على باليش وانا راح لي المقطع، ونخليها تتجمر بيان. جات واحد الدواره واش نقول لكم دايوغ كلاو منها ما خلاونيش نكمل التصوير، تلمو كو جات بنينه ريحه تاعها تعبق في كامل الدار. ورافقتها بشويه تاع كسره،
وهذا كان يعني الفطور تاعنا والحمد لله. وهذه يعني خاطر المحبي تاع الوصفات التقليديه حنا نديروها بهاد لا فاصون. كاينين اللي يديروها فارسي ايتو، حنا نديروها بهاد لا فاصون. قولوا لي نتوما في الكومونتير كيفاش يعني تديروها. اونتر طون انا نطيب في دواره، وعجوزتي كانت يعني درت لنا سفنج الله الله. درت سميد ودرت معاه شويه تاع فارينه وشويه تاع ملح. درت شويه تاع فارينه. هاد سميد اول مره نجيبوه، يعني سي ماركه جديده ولا سي لا بروميير فوا يعني نستعملوه حنا. لا مارك تاعو جواد، جاي في لافين اول مره نجربوه. سي بور سا خافت يعني ما يكونش نوعيه مليحه. وهذاك الفارينه يعني تعاون السميد باش تتحسن النوعيه تاعو. الا بيان سور كان سميد تاعكم ماشي نوعيه مليحه. وبعد نجمعو كامل بالماء وتدير له ان ساشي وتخليه يريح شويه. حنا لو طون فطرنا بدات يعني تدلك فيه، خلاتو ريح واحد هكاك 40 مينوت لحتى 1 اور دو طون. مي بلوس تخلوه يريح بزاف، بلوس تجي لاباط تاعكم شابه. تقدروا ميم ديروه لا نوي وتخلوه حتى الغدوه من داك تلقاو هذاك لاباط يعني طريه وشابه. و لو بلوز امبورطون يعني تسهل لكم عمليه الدلك. هنا بدات تدلك بشويه بشويه حتى بدات لاباط تولي طريه، وبدات تدير شويه تاع ماء. وغير بالعقل، روحوا غير بالعقل مع الماء باش ينجح لكم العجين. مع هاد الازمه تاع سميد اون با فريمون لو شوا، مي فينالمون هاد لا مارك تاع جواد لافين جات يعني جا السفنج تاعها جا مليح، جا خفيف ايتو. دوك تشوفوا معايا في الفيديو. دايوغ كي جربناه وجا مليح، دونك جبنا الشكاره باسكو كوميم فصل الشتاء هاد الحوايج المطلوع السفنج مطلوع الزيت نتشهيهم يعني هكا في فصل الشتاء، ماشي كيما ليتي مع السخانه. انا نحبهم في هاد لا بيريود كي تجي هكا شويه لا فريشور اي تو، سورتو مع الدراري كي يجوا من ليكول ويلقاو هذيك الريحه العزيزه في الدار تاع المعارك تاع فريمون. سي ان غران بليزير للاطفال مهما شريتي لهم حوايج تو ماشي كيما حاجه تديروها في الدار. انا دونك نولي الفيديو شوفوا كيفاش ولات لاباط طريه. وهنا في بول درنا مغرفه ونص تاع خميره الخبز مع مغرفه صغيره تاع سكر شويه تاع ماء، ونخليه حتى يعني تطلع ويضاعف الحجم تاعها. وندخلوا في هذيك لاباط وروحوا له غير بالعقل هكا باش تجيكم لاباط يعني يجيكم السفنج تاعكم بزاف ناجح. وشوفوا كيفاش يعني تشرب الماء ولا تدخل الماء في العجين. نورمالمون راهي واضح في الفيديو. هكاك تدير الماء بكميات صغيره حتى يعني تتحصل على هذا القوام. شوفوا كيفاش يجي القوام تاعو. هنا نورمالمون راه يبان تري بيان. ونا ديرو في اون باسين وتغطي عليه وتخليه يخمر. اونتر طون هنايا البنات كان عندي شويه خبز بايت. حنا اصلا ما نستعملوش بزاف خبز تاع لا باغيت. كي نجيبوها هذوك لي بتي مورسو اللي يبقاو لي نحطهم في سني واحد حتى يولي يابس، ونجي نرحيه نفتو نرحيه بلو اشواق ونجوزو في غربال هكا باش نحيلو هذاك اللي جاي بزاف خشين. ومن بعد نحطو في سنيوه الون فور. كنت شعلت لاغري تاع لو فور من الفوق ونحمصها وهكا تحصل على اون شابلور محمصه. نخليها برك تبرد ونعمرها في اون بواط ونجمعها وقت ما نجبدها، وبليتو لا وقت ما نسحقها نجبدها ونلقاها واجده. وكي تحمص هكا يا البنات تضاين معاكم ما يصرى لها والو. وهكذا خير يعني ما نرميه. كي ندير كميه كبيره دائما
كي نكمل مع لا شابلور ندير بها خبز تونس. دايوغ جي بارطاجي معكم الوصفه نخليها لكم فوق في الاعلى. مي اليوم ما كانش عندي يعني بزاف كيما قلت لكم. حنا لو بان باغيت ما نستعملوش طول طون، يعني ما نجيبوش طول طون. وهنا نولي الاسفنج تاعنا بعد ما خمرت ضاعف الحجم تاعو. شوفوا قرصناه في سنيوه، وهنا شوفوا كيفاش تتعامل معاه. ومن بعد نحطو في الزيت باش يطيب. زيت بيان سور تكون سخونه. ومن بعد نستناها حتى يعني تتنفخ، ومن بعد نرمي عليها الزيت باش تكمل تتنفخ. انا يا البنات بوغ موا مهما تنوعت يعني انواع الاسفنج اللي يديروها دوك يديروها بلا فارين، يديروها بلو ميكسور اي تو، ما يبقى هاد الاسفنج تراديسيونيل اللي نديرو بالسميد من اروع يعني انواع الاسفنج اللي نديروه. تجي البنه تاعو وحده، يعني سلطان الميدة ولا سلطان الاسفنج اللي نديروه دوكا. ما كاش قد الوصفات التقليديه اللي تربينا عليها. كي ندير هاد النوع تاع الوصفات دايما نتفكر يما ربي طول في عمرها كي كنت صغيره. دايما كي كنت نلحق من ليكول توجور نلقاه هكا سفنج طايب مطلوع ايتو. سي فريمون ان بليزير. سي بور سا نقولكم يا البنات يعني هاد الحوايج اللي يشفاو عليها فوز انفون، سورتو المراه يعني الماكثه في الدار. سي فريمون اون شانس تتهلا في الولاد تاعها هكا كي يلحقوا من المدرسه يعني يستقهواو هكا دائما بحوايج تاع الدار، بوصفات هكا تقليديه من بعد تقريهم ايتو. كمام سي ان افونتاج بوغو عكس المراه يعني اللي تكون خدامه. يعني كل وحده وبليزافونتاج تاعها. المهم يعني الصحه ولهنا في هذه الدنيا سي لو بلوز امبورطون. ربي يعينهم ويعيننا كامل، وربي يحفظ كامل الامهات ويحفظ لكم فوز انفون وينجحهم يا ربي وتشوفوهم في اعلى المراتب ان شاء الله. نولوا للفيديو تاعنا ولا الاسفنج تاعنا. هنا شوفوا كيفاش يعني يطيب. كيما قلت لكم هاد النوعيه تاع سميد جات فريمون فينالمون نوعيه مليحه. هنا شوفوا بعد ما طاب جاء السفنج. واش نقول لكم الله الله في خاطركم كامله وفي خاطر اللي يحب هاد الوصفات التقليديه. ودوك نقطع معاكم حبه. شوفوا كيفاش يجي فارغ وخفيف وفارغ من الداخل. وطيبنا له واحد لاتاي. واش نقول لكم هنا عندي ما سخون غسلت به غير فاتع لاتاي خضراء. وهنا درت 3 حبات تاع الهيل مع شويه قرنفل شويه قرفه ومع شويه زنجبيل جاف نجمة الارض مع 2 حبات تاع فلفل كحل. ونديروهم في هذاك الماء سخون. كيما على بالكم يا البنات الهيل بزاف غني بالفيتامينات، غني بالزنك، يعني إلي كونتر لو كونسير. تاني سي ان انتي انفلاماتوار، صحيح للقلب للدورة الدموية ايتو. فيه بزاف حوايج يا البنات. حوسوا في الانترنت وتشوفوا الفوائد تاعو. سي بيان دخلوه في الاكلات تاعنا. وتاني هكا في لاتاي سورتو كي يكون مع قرنفل. لاتاي يعني فيه الهيل وقرنفل بلوتو بزاف هايله للكبد يا البنات. مليح تاني للكوليسترول وتاني بور لا ديجيستيون. سي بيان دخلوهم هكا في الاكلات تاعنا. وكيما قلت لكم تجي واحد اللاتاي بزاف بنينه. دونك ضفت لها هذيك اللاتاي اللي كنت الشاي الاخضر اللي كنت غسلته بالماء سخون. ودرت تاني شويه تاع سكر باش تجي اللاتاي تاعكم بنينه. ودرت شويه تاع نعناع مع برك شويه تاع فليو. كيما قلت لكم جات واحد اللاتاي واش نقول لكم وتاني غنيه بالفوائد.
مع هذاك السفنج السخون. الله الله، شوفوا هنا وليدي يموت على اللاتاي من عشاق الشاي، وتاني يموت على السفنج والكسرة. فوالا دونك هذا كان الفيديو تاع اليوم اللي جيسبر يكون افادكم، ديتو ولو فكره. الى بيان سور عجبكم احباباتي ما تنسونيش بجام، ما تنسونيش بتعليق هكا باش تحفزوني وتشجعوني وتعاونوني يطلع الفيديو. ودوك ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في رواحتكم، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر مع روتين جديد ان شاء الله.